انتم نقلتم، انتم رواياتكم متضاربه، انت تيجي تقول شلون هذه الروايات؟ لا انت عايش في تناقض. الان اسالك امام الناس، انا انسان لست نبيا ولست اماما وانسان كباقي الناس بقال، فحينما اغضب افقد توازني، ولذلك تصدر من عندي كلمات اندم عليها، تصدر من عندي افعال اندم عليها. انا انسان لما اغضب افقد توازني فارتكب اشياء اندم عليها. النبي لما كان يغضب يفقد توازنه لو لا؟ سؤالي واضح ومحدد، جاوبني نعم ام لا، تفضل. معنى فقد التوازن الكامل هذا لا مستحيل على الرسول. اما الغضب الطبيعي يعني شلون سب هذول الجماعه او شتمهم وبعدين قال انا ايما شتمته او سببته او جلدته فاجعلها له كفاره، معناها هو غلطان. اسمع الجواب. بعض الناس كانوا كفار في الجاهليه، كان الرسول يسبهم عندما اسلموا. هذا السب، عندما هذا السب الرسول يدعو الله انه هذا السب الذي سبهم عندما كانوا كفار. لا تحول الكلام، الله يصلح. اذا لم تكن تعلم بالقضيه لا تخترع من نفسك. اكو شيء اسمه تقوى الله، لم تكن مطلعا عليها. اسمع، لم تكن مطلعا عليها. عائشه النبي تزوجها في المدينه، هذا الكلام في المدينه، دخل عليه رجلان وبعدين النبي يقول هذه كفاره لهما، يعني هذان مسلمان. انت ليش تحول الكلام؟ ألا من كنت مولاه